السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم والحلقة الرابعة من سلسلة تعليم مهارات الإكسل. والنهاردة يا جماعة هناخد حاجة مهمة جدا، وهي إزاي نعمل نموذج إدخال بدون أي أكواد أو معادلات. لو عندك مثلا بيان بالشكل دوت كده، طبعا ده مثال بسيط. لو أنت عندك بيان كبير، عدد أعمدة كبير وعدد صفوف كتير، فعايز تعمل نموذج إدخال بحيث إن أنت ما تتلخبطش أو عينك تنزل تحت أو تطلع فوق. إزاي أقدر أعمل الكلام ده؟ أول حاجة هنعملها هنا كده، هعمل ده جدول أو تيبل. هدوس كنترول تي واقول له فعلا الجدول بتاعي فيه اعمده، ماي تيبل هاز هيدرز، واقول له اوكي. هيظهر لي بالشكل دوت. برضو انت ممكن تختار من هنا الاشكال بقى بتاعتك، الحاجه اللي انت عايزها بالشكل دوت كده. لو انا اخترت الشكل دوت، هاجي هنا كده وهاجي عايز بقى اعمل نموذج ادخال. طبعا انا هدور على المهام بتاعتي، مفيش هنا حاجه اسمها فورم يعني نموذج او فورمه لادخال الداتا بتاعتك. هجيبها ازاي؟ هاجي هنا كده في اي حته فاضيه على الادوات، وهاجي اعمل كاستمايز ريبون، وهختار مثلا الحاجات اللي مش عندي، واقول كوماندوس نوت ان ذا ريبون، وهقف كده على على اي واحده، وادوس بحرف الاف كده، الاقي هو بيبحث لي بحرف الاف كده. الاقي هنا في فورم فعلا. هاجي هنا اعمل نيو تاب، تمام، وهاجي هنا اعلم على فورم واقول له اد، تمام، واقول له اوكي. الاقيها راحت ظهرت فين؟ هنا كده في الهوم، ظهرت في نيو تاب هنا اهي، في فورم اهي، تمام. تمام. فاجي هنا اعلم كده على اي خانه فيها واعمل فورم، وادوس كده اعلم عليها وندوس فور، هيطلع لي بالشكل ده. طيب انا دلوقتي لو عايز ادخل اسم جديد بقى، فهدوس هنا نيو، مثلا خالد مبروك، الوظيفة مهندس، القسم الإدارة الهندسية، الراتب 10,000 جنيه، وادوس انتر. كده هيضيف لي سطر جديد زي ما انا عايز. لو جيت ضفت واحد تاني مثلا اسم مؤمن احمد، الوظيفة محاسب، والقسم الإدارة المالية، الراتب 7,500 جنيه، وادوس انتر. هيظهر لي بالشكل ده. طب انا لو حبيت ادور على حد معين او اشوف راتب حد معين، مثلا اللي فوق او ال 5000 جنيه، فلو جيت هنا مثلا عشان ابحث لازم ادوس على كرياتيريا كده، وهاجي هنا مثلا على الراتب اقول مثلا 5000 جنيه. فهاجي هنا عند فايند كده بريفيو او فايند نيكست، هبدا بقى ايه اعمل كده، الاقيه ظهر لي بيقول لي احمد ممدوح 5000 جنيه. تمام. لو عايز ارجع تاني ادوس نيو. لو جيت ما ادوسش انتر بقى، ادوس كرياتيريا كده، دي كده بالظبط. لو انا عايز اعمل بقى امسح او اعدل او اي حاجه، لو خليت ده مثلا 6000 جنيه مثلا، وادوس انتر، يعدل على طول. تمام. ده بالنسبه لنموذج الادخال. المهاره التانية اللي معانا يا جماعه اللي هي، ادوس كده اوكي، اقفل ده كده. المهارة التانية، لو انا عندي بالشكل ده جاي لي اسم المنتج، منتج واحد، منتج اتنين، بالشكل ده كده، وقايل لي الكمية 100 والكلام ده كله. لو انا حبيت اغير في يعني اغير في التسلسل بتاعي، لو جيت هنا كده ووقفت على 100 دي، الاقي فيه جدول كده صغير. لو جيت دوست عليه كده، جيت كده، جيت عملت كده بالشكل ده كده، هيظهر لي هنا اوتو فيل. لو جيت عملته كده قلت فيل سيريس، انا عايز الكميه تمشي بتسلسل، فهاجي هنا فيل سيريس، الاقيه كده 100 و101 102 103 بالشكل ده كله. طيب انا الجدول جاي لي بالشكل دوت كده، او الشكل الرينج ده جاي لي بالشكل الافقي كده، فانا عايز اخليه بشكل رأسي. فهاجي اعمل هنا كنترول سي، واجي هنا مثلا كده اعلم على الخانه دي، على الخليه ديت، واعمل بيست سبيشال،
وهدوس ترانسبوس وهدوس اوكي. الاقيه جابهولي بالشكل العمودي، اسم المنتج والكميه والكلام ده كله. لو انا حبيت بقى ايه اعدل في الجدول بتاعي والكلام ده كله، بتظبط انت بقى الحاجه بتاعتك وتظبط الشيت بتاعك. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش تعمل فولو. حاجه تانية اخيره يا جماعه، في قائمه تشغيل اللي عايز يتابع سلسله تعليم مهارات من الاول، في قائمه تشغيل على القناه ممكن يتفرج عليها او يشوفها من الاول. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.